التكبر هذا مرض الناس تكرهه بشكل عام، لا أحد يحب التكبر أبدا. الناس تحب التواضع، ولا تتحدث عن نفسك كثيرا أيضا، لأن هذا أيضا يدخل فيه التكبر نوعا ما. أنا عندي نصيحة هنا، هذه دقيقة جدا يعني. إذا كنت غنيا لا تتكلم عن المال أمام الفقير، وإذا كنت سعيدا لا تتكلم بسعادتك أمام الإنسان الشقي أو الإنسان الذي عنده مشاكل. وإذا كنت مرتاح مع زوجتك لا تتكلم مع إنسان عنده مشكلة مع زوجته بأنك أنت مرتاح. وإذا كنت أنت كريما لا تتكلم أمام إنسان بخيل أنك كريم. يعني لا تتكلم أمام الفاقد، تتكلم عن صحتك أمام إنسان مريض. هذه أمور دقيقة جدا. الإنسان يتكلم عن صحته وعافيته أمام شخص مريض عدة أمراض، هذا أين عقله هذا؟ أو إنسان فقير تتكلم عنه عندي من المال كذا وأنا أخذ من المال كذا وهو فقير. أو يعني هذا ينبغي الإنسان يكون عنده عقل يفكر. فلا تتكلم أمام إنسان محروم من هذا الذي عندك. أنت عندك شيء الآخر محروم منه. أتكلم عن العلم أمام إنسان جاهل، أنا عندي شهادات وأنا عالم وأنا كذا، وهو مسكين ما الظروف لم تتهيأ له أن يقرأ ويدرس يعني، وتبدأ تتحدث أمامه. يعني ما معنى هذا الكلام؟ لا تتحدث بالعلم بالشهادات أمام إنسان ليس معه شهادات، يعني هذا يزعجه. ولذلك تلاحظون أنتم أن الشيخ الذي ليس عنده شهادات ماذا يقول؟ يعني غالبا، لأن هذا تقريبا مرض يدخل إلى النفس، يقول يعني ولو كان معه دكتوراه أين كذا. يعني الشيوخ كثر ليس معهم شهادات دكتوراه وهذا. والذي معه شهادة دكتوراه يقول هذا يعني لو كان ينبغي أن يدرس ويأخذ شهادات. هذا كله أمراض. هذا ينتقد وهذا ينتقد هذا. والواعظ ينتقد العالم، يقول هذا ليس عنده عمل، هذا بس فقط عالم معه شهادات. والعالم يتكلم عن الواعظ، هذا لماذا لم يتعلم؟ بالعكس ينبغي أن يكون عندنا تكامل. أنا بحاجة الواعظ، والواعظ بحاجة العالم، وأنا بحاجة الذي معه شهادات، وفلان كلنا بحاجة، يعني كلنا بحاجة لبعضنا يعني. أما تجد الحالة النفسية مسيطرة، إنسان مثلا عنده تلاميذ ومريدين وكذا ولكن لم يحصل على شهادة، ينتقد الشهادات. ويعني أحدهم يقول يعني شهادة الدكتوراه ما هل أبو بكر معه شهادة دكتوراه؟ هل عمر بن الخطاب معه شهادة دكتوراه؟ هل سفيان بن عيينة معه شهادة؟ يعني لماذا؟ يعني كأنه هذا أيضا ليس جيدا. هذا المسكين هذا الذي أخذ شهادة دكتوراه كم سنة درس حتى حصل عليها؟ يعني كم سنة حتى حصل على شهادة دكتوراه هذا؟ يعني هل حصل عليها هكذا يعني بين يوم وليلة وإذ به معه شهادة يعني؟ وكذلك الذي معه شهادة دكتوراه أنت وصلت بفضل الله عز وجل، لازم ينبغي أن تحترم الآخرين. ربما هذا الذي ليس معه شهادة عند الله أفضل منك يعني لا تستطيع أن تقول شهادتي هي فالذي ليس معه شهادة يحترم الذي عنده شهادة، والذي عنده شهادة يحترم الآخر أيضا، لأنه ربما يكون له مقام عظيم عند الله وربما يكون أعلم منه. يعني الشهادة لا تعني أنك أعلم من غيرك يعني. فينبغي أن يكون عندنا تعاون. أنا سبحان الله أسلم أحيانا كثير الحالة النفسية مسيطرة، يعني مسيطرة تماما. يعني الذي عنده شهادة عنده حالة نفسية، لماذا هذا ليس معه شهادة؟ والذي معه شهادة عنده حالة نفسية، هذا الذي معه شهادة يتكبر عليه، فأنا أمسحه بهذه الطريقة، وهذا هجوم.